غير شخصية وحدة كتكون عندنا وكتعذبنا. غير شخصية وحدة كتكون عندنا ومرضها وستريسها والتقلبات ديالها كنعانيو معاهم باش يلا نجيو حنا وياهم تعادل. غير شخصية وحدة كنكسبوها وإلا كتابات ليك روينة باش تخليها تنقص ديك الحالة. هادشي كامل غير ديال شخصية وحدة الساطلة عندك وعايشة معك وكدير فيك هادشي كامل اللي قلتو ليك. فشنو غدير الا لقيتي راسك واحد النهار عايش بجوج شخصيات وسط منك؟ وهنا ما كنقولش هاد الكلمة بالتعبير المجازي ديالها ولا ميتافور كما كنقولوا، لا كنقصد ديك البارتي حرف بحرف الخوت. شنو غديري الا كنتي في بلاصتي شاد الطريق ويوقفك واحد يخلي دار عشتك هسا وانت ما عارفتش علاش دار هكاك، والحاجة الوحيدة اللي كيقول دوك الناس اللي جاو يفكوه هي راه بيناتنا حساب، وانا هاد الحساب كاع ما عاقل عليه ولا عاقل على راسي جبت هاد الصداع ديالو مع هاد خونا ولا كاع خوتنا اللي كيوقفوني باش يفاريو دوك الحسابات اللي انا اصلا ما عارفش راسي متى جبت صداعاتو. شنو غديري الا نضتي الصباح ولقيتي راسك كاتب شي سميات في الحيط كاع ما عارفهم انت ديال من، ولا لقيتي راسك كاتب شي حوايج اللي خاصك ديرهم ولا بلايص اللي خاصك تمشي ليهم اللي اصلا ما عاقلش على راسك يمتاو ولا كيفاش ولا علاش كتبتيهم؟ شنو غدير في كاع هادشي اللي انورمال واللي كيطرا ليك؟ شنو غدير في كاع هاد البلانات اللي انت اصلا ما عاقل فيهم على والو وكتدوز نهارك عادي وكتحط راسك على المخده بالليل وغير كتفيق كتلقى راسك لابس حوايج اخرين وكلك دق اللي ما عارفش حتى من جا؟ تسطي هادشي ياك؟ بلانات ليلة وقعوا لأي واحد من غيري أول حاجة غادي يفكر فيها هي راه عنده شي مس ولا شي حاجة بحال هكا، ولكن كنت أي دجال كنمشي عنده كاع داكشي اللي كيقرا عليا ما كيأثر فيا بحتى حاجة. فملي كيتحد لي العرف كيزمم ليا شي كتبة في الوراق وكيقول لي شربها ولا تبعها شي مدة وعاود رجع عندي، وكنت نيت كناخدها من عنده غير كنخرج نفوت بابو ونكمشها واللوحة، حيت غير تخربيق هادشي اللي كيديرو خوتنا. واحد يقرا القرآن ويكون ديما مضي وما كاينش شي حاجة غادا تأذيه، اما هاد خوتنا راه غير دجالة وشادين بنادم من نقاط الضعف ديالو وكيضحكوا عليه باش يجروا منه الماكسيموم ديال الفلوس. وهذا موضوع كبير الخوت اللي بلاصتو ماشي هنا وماشي دابا، غير جراتو الكتبة وقلنا نلوحو منه شي حروف وسط هاد القصة باش بنادم يوعى يفيق واحد شوية. اما دابا غادي نرجعو لقصتنا الخوت. هاد البلان اللي بقى كيتعاود بزاف ديال المرات صافي كنت بحال الا ولفتو وبديت كنتعايش معاه، ما حد وصلات واحد البيريود وما بقاش خالق ليا مشكل لا في الزنقة لا في البلاصة اللي ساكن فيها. وصلت واحد البيريود اللي ما بقى حد كيوقفني في الزنقة على شي حساب، ومن بعيد بنادم غير كيشوفني ويقلب الطريق، ولا جابت الوقت وكان خاصني ندوز من شي دروبة خاسرين الا تعطلت في الخدمة بالليل كندوز بلا ما يتوشيني شي واحد، ويقدر كاع يكون قدامي شي واحد كيتكريسا ولكن غير كيقشعوني انا جاي من بعيد كيطلقوا داك خونا وردوا ليه ديالو وكيعطيوه للجري. شنو شافوا فيا باش يتعطاني هاد الاحترام؟ انا براسي ما عارفش الخوت، ولكن هاد الهيبه شي حاجه اللي مزيانه، وهاد الاحترام اللي كيتعطاك بحال هاد البلايص يمكن كيستاهل داك الدق اللي كنلقاه في راسي فاش كنفيق. المهم بقيت غادي بهذا المبدا ديال ما حددش ما جابد ليا تصداع في هاد البيريود، فراه ماشي مشكل ونيت خليت الحياه عندي غاده بهاد الطريقه. الصباح كنمشي لديك الخدمه اللي كنصبح نسب في الظروف اللي خلاتني كل صباح نشد الطريق ديالها، وفي الليل كنجي عيان ونتلاح بالعيا ديالي فوق الستاري ديال داك البيت اللي كاري، والروتين كيبقى غير كيتعاود. كنلقى راسي كل دق ولا كاتب شي سميه ولا شي بلاصه في الحيط كما فيت عاودت ليكم. المهم تعايشت مع هاد السيستم ديال الحياه وبقيت عايش معاه سنين وانا ما كنحاولش نفهم شنو طاري. توصل داك الصباح اللي كلشي غادي يبدا يتبدل فيه، صباح اللي حليت فيه عيني ولقيت قدامي باليزة عامرة فلوس وفي جنبي حوايج اللي كاع موسخين بديك الطريقة اللي كتكون في حوايج واحد اللي كان مضارب ولا كان داخل شي صداع خايب بزاف. حاولت نوقف ولكن ما قديتش، حيت اي بلاصة في الكرة عندي كانت عاطياني صداع على الجهد. جبت التليفون عيطت على الباترون عندي قلت لي راه صبحت مريض وراني ما جيش وهو غير قلت لي هاد الهضره بحال الا لحت ليه الملحه في عينيه. انت ما لقيتي امتى تمرض؟ انت الخدمه كثيره عاد مرضتي؟ انت هاد النهار راه منقوص من سيمانتك. خليته كيغوت بحال هكاك ولحت التليفون وبقيت حاضي هاد الفلوس كامله اللي كنشوف قدامي وكيتعاود السؤال واحد في راسي، من جات هاد الفلوس؟ وفين كنت البارح اللي حالتي كلها مدقدقه؟ بقى كيدور في راسي غير بحال هاد الاسئله اللي ما عندها حتى شي جواب دابا، وليت واحد ما غادي يقدر يجاوبني عليها، حيت اصلا ما عرفتش حتى ديك الصيغه ديال السؤال اللي خاصني نسول، ما عرفتش حتى شكون غادي نسول.
ولكن اللي كتأكدت منه باللي هادشي اللي عايشو غيبدا غادي وكيكبر، حيت هاد الصوم اللي قدامي ديال الفلوس كيديرها واحد في الجوج، يا واحد ورث ورثه صحيحه، يا واحد داير مونتيف ديال شي حاجه كبيره، وانا ما ضاربش ديك الورثه الكبيره دونك غالبا غنكون درت داك المونتيف ديال ديك الحاجه الكبيره فاش كنت انا ماشي هو اللي كنعرف. فالبلان اللي طاح في بالي هو هاد النهار خاصني نقلل الخروج تنشوف هادشي فين غادي يوصل. داك البلان ديال كالما كيما داك كريستيانو في داك الماتش اللي حيد فيه اللي قال البارسا فيا مات الطوب ديالها. هاد الكالما كان ضروري منا الخوت، كان ضروري منا على الاقل غير تنحاول نفهم شنو هادشي اللي طاري ليا. وسمحوا لي نتوما الخوت، بديت معكم غير بدوك المشاكل اللي عايش، واهم حاجه اللي نعرفكم على راسي مازال ما درتها كاع. هذا اللي كتسمعوا في صوته علي خدا الباك وقرا في لافاك ودابا خدام صدور هاد المعلم مبارك ب 350 درهم للسيمانه. في واحد الوقت للسيمانه ديال هاد علي الا دخلتيها للمارشي ما غتعمرش ليك حتى ديك الكروسه اللي غادي تديها معاك، ولكن كل واحد وحياته وكل واحد وكيفاش تكتب ليه رزقه. البلان اللي يقدر يطيح في بالك كيفاش واحد بهاد العمر وقاري شويه تلات بيه الوقت في محل ديال الصدور خدام بجوج دريال اللي ما بقات دايره والو. علي الخوت مو ماتت هو في عمر صغير وخلاته غير هو عند بوه اللي كلشي كان غادي في حياتهم طبيعي تا غيوصل داك الوقت اللي قرر فيه بوه يتزوج وتما غادا ترون حياته بالبيع. ديك مرت بوه ما قدراتش ديك النعمه ديال اليتيم اللي عطاها ليه الله باش تربح سواره الجنه، وبلاص ما تحسن به وتهلا فيه باش تدي فيه اجر كتير قلبات عليه بوه وخلاتو يتيم في الوالد عنده وهو مازال حي والنفس طالعه هابطه في الريه عنده. علي في عمر 17 عام غيتلاح الزنقه الخوت وغادي خاصو يخدم ويهز راسو وهو مازال كيقرا. علي في داك الوقت اللي كانوا الدراري اللي قدو مغطين ناعسين في ديورهم كان هو كيفرش كارطونه في الباركين وكيتغطى بالميكا اللي ما كتقارديش برد الليالي. علي اللي كان في الصيف ناس كتبحر وهو خدام ليل ونهار باش يجمع فلوس الكتوبه والحوايج باش يدير داك الباك اللي كان كيحساب ليه غيعاونو في شي حاجه وما كانش عارف باللي الباك بلا باك ما ساوي والو في هاد البلاد. علي اللي المعلم مبارك حيت عتقو من الزنقه بقى كيحرت عليها عمرو كامل وغيبقى يحرت عليها عمرو كامل. علي اللي شاف شي حوايج في ليل الزنقه اللي كيبورشو على الجهد. علي اللي في عمر 17 عام كان خاصو ينعس ديك النعسه ديال الديب اللي عينيه مغمضين وودنيه محلولين لا يتغدروا لا يحقروا شي وحش بشري من اللي كيبانوا غير في ليل الزنقه. علي اللي بهادشي كامل ولا كيخاف من الليل بزاف واللي واخا يبقى عايش غير بديك جوج دريال اللي كيعطيه ليه المعلم حسن ليه بزاف من ليل الزنقه والوحشيه ديال ليل الزنقه وداكشي اللي شافو في ليل الزنقه فاش كان يتيم. وهذا هو علي الخوت، علي اللي كتسمعوا في صوتو دابا واحد دوز العذاب في داك لاج اللي كيسميوه عمر الزهور غير هو انا داك عمر الزهور ديالي دوزتو كله حريقه الخوت. ولكن الحمد لله على كل حال. مرة خصك تشوف الناس اللي حالتك حسن من حالتهم باش تحمد الله على داكشي اللي بين ايديك وباش تعاود تفهم بلي الارزاق تخلقات مفرقه وهادشي فيه حكمه من عند الله. المهم هذا كان شويه من بزاف على هاد علي اللي دار ديك الباليزه ديال الفلوس اللي قدامه في واحد الكوان وحط فوق منها شي كراطن وجمع كاع داك الجهد اللي باقي عنده غير باش ينوض يشد نوبته قدام الدوش. والناس اللي مدوزه الكرا المجموع ديال البيوت هما اللي غيفهموني مزيان علاش داوي. كتشد نوبتك فاش كتوصل كيكون عندك قسم ديال المكانه خاصك تقضي فيه لافير، الا فتي ولا راسك غيحلوا عليك الباب وانت مازال تحت الماء وغيبرز الضوك ديال بصح بدوك المصطلحات ديال واطلقنا خلاص انت مالك عندك العرس سير بينا راه حنا خدامين وعندنا ما يدار. المهم هاد الوقيته ديال الدوش كتحس براسك فيها بحال راك مدوز عكاشه بهاد الاجواء اللي دايرين الدراري. صافي انا قضيت الغرض بالخف ودخلت للبيت عندي لبست وجمعت تاني الجهد اللي باقي ليا من هاد الدقديقه اللي حاس بها. هزيت السرايف اللي كان فوق الطابله وخرجت باش نتقدى اللعيبات اللي غنفطر بهم. وصلت قدام حسن مول المحلابه ديال هاد الدرب اللي ساكن فيه، هو عارفني شنو كناخد فما كنحتاجش ندوي معاه بزاف. بالخف جمع ليا داكشي ديالي مورا قصت الساك كناخد شي روشارج ندوزو بين النهار اللي عندنا فيه روبو وشديت طريق البيت عندي تاني وانا كنعاود داكشي اللي كنديرو كل مره. كندور عيني في هاد البلاصه المنسيه اللي عايش فيها، هاد البلاصه اللي في البوطو ديال الضو معلقين بزاف ديال السبرديلات واللي راكم عارفين شنو كتعني هاد اللعيبه. البلاصه اللي كلشي موجود فيها
بغيتي تدوخ الدماغ بداكشي اللي كيدوب تحت اللسان كاين من تشري. بغيتي تدوخ الدماغ بالكمايه كاين من تشري. بغيتي تدوخو بالشمان تا هو كاين من تشري. انت ولقانا عندك الصاد غير تعزل شنو بغيتي ودوخ ليا داك الدماغ عندك. حيت كنت منسي هذا الخوت، كنت منسي لي المخزن ما كيقدرش يدخل ليه، حيت دار قوانين ديالو بوحدو، قوانين اللي خاصك انت تمشي عليها الا بغيتي ما تجبدش الصداع على راسك. واهم قانون داكشي اللي بيناتنا يبقى بيناتنا، وداكشي اللي كتشوف هنا ما يخرجش على برا، ولا خرجتي على برا وجراو معاك، ولا خرجتي شي سميه ولا بيعتي بشي واحد عرف راسك العصب ديال رجليك غادي يقطعوه ليك، وهادشي الا خلاوك حي. فشوف واسكت وعيش معاهم سيستيم حياتهم، وعيش جنب الحيط، حيت السيستيم ديال جنب الحيط هو اللي مسلك هاد الوقت. عيش جنب الحيط وكون درويش باش يلاه تجيب التعادل الصاد. صافي رجعت للبيت عندي مورا التأمل الصباحي اللي كندير، فطرت وشديت كواني، دخلت ديك الروشارج باش نحاول نبحث شويه في هادشي اللي كنعيشو. الحاج جوجل وولدو يوتيوب ضروري منهم، تكونسونطريت وبديت غادي دقه دقه، وكنت عارف باش غنبدا حيت ديجا قلبت في هادشي في ديك الايامات اللي كنت كنوقف في الزنقه على دوك الحسابات اللي لحد الان ما عارفش امتى جبت صداعاته. انفصام الشخصيه حالة اللي اي واحد فينا كتكون عنده، ولكن كيكون واعي بديك الشخصية الثانية اللي عنده كيخدمها في داك الوقت اللي خاصها تخدم. انت نيت اللي كتسمع ليا، ديك الشخصية اللي عندك في الدار مع والديك ماشي هي اللي عندك مع صحابك، وماشي هي اللي عندك مع دوك الصحاب اللي كيكونوا قراب ليك بزاف. وهادشي تقدر تلاحظو غير بوحدك بدوك التصرفات ديالك اللي ما كيكونوش بحال في كاع دوك الحالات والامثله اللي عطيتك. الدار كتكون فيها معقول وجامع راسك مع مالين الدار، صحابك كتكون مطلوق معاهم وتقدر تقول اللي بغيتي وتعامل كما بغيتي. صحابك اللي قراب بزاف كيكون هادشي اللي قلت دابا زايد نغزه معاهم. المهم كل واحد فينا عنده شخصيه ولا شخصيات اللي كيبينهم في الوقت والبلاصه اللي بغا، ولكن انا ماشي هادي الحاله اللي كانت عندي. فاش كنكون انا ماشي هو انا ما كنوعاش بهادشي، وديك الشخصيه الاخرى ما كنكونش واعي بشنو كدير ولا فين كتمشي ولا شنو التفاصيل اللي عندها في ديك الحياه ديال اللي عايشاها. اما هادشي اللي لقيت ما كانش كيطابق الحاله اللي عندي، ولكن عندنا نهار روبو خاصنا نستافدو منه. فبقيت كندور من ارتيكل لارتيكل ومن فيديو لفيديو ومن شين لشين، وداكشي اللي كنت كنلقاه ما بدلش بزاف على داكشي اللي لقيت فاش يلاه بديت تقلب. اللي كيتبدل غير الطريقه ديال الشرح، وكل واحد كيعبر على داكشي اللي لقى بطريقته. وبقيت هكا شي 4 ديال السوايع تصادفت مع واحد خونا اللي هو طبيب نفسي وداير واحد الشين كيدوي فيه على الحالات اللي كيدوزو عنده على الخدمه ديالو، والطريقه اللي كيدوي بها كانت بروفيسيونيل وديال شي واحد اللي ولد الدومين وعارف شنو كيقول، وعارف تا كل حرف كيخرج لاش خرج وفين غادي وشنو غادي يوصل. المهم خونا كيبريزونطي مزيان داك الدومين ديالو باحسن طريقه ممكنه. فهادشي خلاني ندخل نتسركل عنده ونضرب دويره في الفيديوهات اللي حاط، ولقيتو فيه يداوي على انفصام الشخصيه، سوا بالنورمال ديالو اللي هو اللي شرحتو ليكم، سوا بالحاله ديالي اللي عندها شخصيه ما كتوعاش بها يمكن كتبان ولا شنو كدير. هنا درت بوز لداك الفيديو اللي كنت كنتفرج فيه، حيت كان خاصني ناخد قرار، يعني ندير شي خطوه باش نحاول نفهم مزيان هادشي اللي عندي، ولا نخلي هادشي غادي ونزيد نتعايش معاه ونتحمل المسؤوليه ديال اي حاجه يقدر يديرها من هنا لقدام. ففي هاد اللقطه حطيت التليفون من ايدي وشديت من راسي باش نخمم مزيان في القرار اللي خاصني ناخد. وحيت الفضول غريزه طبيعيه في اي واحد فينا، فراه باين مزيان شنو غادي نكون اختاريت. وانتوما نيت تقدروا تكونوا عرفتوا داكشي اللي غندير. هزيت التليفون دخلت للديسكريبسيون ديال داك الفيديو اللي كنت كنتفرج فيه، لقيت هاد خونا حاط النمره ديالو وحتى لادريس ديالو، وصدق غير من هاد المدينه اللي انا فيها نيت. صونيت لديك النمره وجاوبتني البنت ديال الريسبسيون، سولت على اقرب تاريخ نقدر نجيب فيه، قالت لي من هنا ليومين، الثمن 300 درهم. تقريبا السيمانه ديالي كامله غادي نحطها عند هاد خونا باش ندوي معاه ونقول ليه راه كنفيق وانا ما عاقلت على راسي شنو درت في الليل. ولكن ماشي مشكل، الا كان هاد خونا غادي يقدر يعاونني فانا ما عنديش مشكل نحط ليه كل سيمانه داكشي اللي كنربح. المهم هو يفكني من هادشي اللي دقه غادي يبدا يسطي فيا.
تقدر تسولني الساط علاش ما هزيتيش فلوس من ديك الباليزه اللي لقيتي؟ ما عمرني خديت شي حاجه ماشي ديالي، وما عمرني غادي ناخد شي حاجه ماشي ديالي الخوت. انا واحد عايش غير جنب الحيط وباغي يبقى عايش غير جنب الحيط، وطالب غير التعادل في هاد العمر اللي مكتبوا لي الله. وديك الفلوس ماشي ديالي انا، ديال انا الاخر. ما عرفتش داك انا الاخر واش شافرها ولا مفضي شي حد باش ياخدها ولا مقمر عليها وخداها. ما عارفاش انا تا واش حلال ولا حرام، وما عارفاش انا تا واش حلال ولا حرام. الحلال هي ديك 350 درهم اللي كنعرق ونشف عليها السيمانه كامله، وعارفه من جات وكيفاش تدخلات. داكشي باش هي نيت اللي غنمشي بها عند خونا بعد غدا، حيت صافي كونفيرميت مع ختنا وقلت لها بلي بعد غدا مع 4 ديال العشيه غادي ندوز عندهم، وموراها سالات لابيل ديالنا صافي. وهادشي هو اللي كان سبيسيال في النهار عندي. اما السوايع اللي بقاو دازو نورمال. وقت الغدا خرجت تقديت باش نطلع الكاميله واخا كل مفصل، وراها بقيت شاد التليفون كنزيد نقلب في شي قصص ديال ناس اخرين اللي دازو من بحال هادشي اللي عايشو انا، ولقيت بلي حالتي انا فيها الضو، حيت عندي غير شخصيه وحده فوق الحساب. فكاين ناس اخرين عندهم فوق 10 ديال الشخصيات، ومنهم اللي هاد الشخصيات دخلوهم في صداعات كبار، ومنهم اللي هاد الانفصام دخلوهم للحبس، ومنهم اللي لقى راسو عنده حسابات مع منظمات اجراميه كبيره، وهاد الحسابات خلات الموري ديال ساعته يوقف. المهم داك انا الاخر واخا هكاك راه ما خالقش ليا مشاكل اللي كبيره بزاف الا داكشي ديال الحسابات القدام، ولكن كيبان ليا راه فراهم شحال هادي، وكيبان ليا راه ما بقى والو ونبداو نفهموا هادشي اللي طاري. اللي صبر اعوام على هاد الحاله ما غاديش يجي صعيب يصبر هاد السوايع اللي جايين. النهار كمل طريقو توصل الليل تاني، الليل اللي انا ماشي من العشاق ديالو، حيت داك ليل الزنقه اللي عشتو شحال هادي ماشي شي ليل اللي كان زوين. داكشي باش نهاري انا كيسالي مع الصاله ديال العشاء اللي كنصليها ونتلاح باش الناس، والروتين ديال هاد النهار ما كانش بدل بزاف. صافي توضيت صليت وتخبطت على المخده ومشيت حتى صباح الصباح. فاش حليت عيني لقيت ديك الباليزه ديال الفلوس ترفعات من بلاصتها، دونك كان الاخر غيكون قدا بها شي ميسيون ديالو ولا خلص بها شي بلان من داك العالم اللي خدام فيه. غير هو اليوم ما كاين لا عيا لا والو، فقت حسن من البارح. غسلت الحاله، فطرت عند العشير كما العاده، وبديت شاد الطريق المحل اللي خدام فيه، وانا كنسب تاني في الظروف اللي خلات واحد باك بليس 5 وخدام سودور. ولكن في بلاد شد الباك وجيب باك خاصك توقع وتسنى اي حاجه، والحاله ديالي انا منها هذا الخوت. انا سودور وباك بليس 5، الاخر دكتوراه وخدام بكونطرا ديال 3000 درهم، ولا خدام في شي حاجه اللي ما عندها علاقه بداكشي اللي كيقرا كاع. المهم كلشي مرون وسيستم مديور من ا حتى زد باش يخلقوا يد عامله اللي غادا تدور لهم البنوه ديال الاقتصاد، وتعيش جنب الحيط وهي ساكته وطالبه غير التعادل، وكتقلب غير على داك الطرف ديال الخبز. هاد النوع ديال البنادم اللي غادي جنب الحيط فيه تا هو جوج انواع. كاين هذاك اللي تقاولو بوز الكريدي، وهاد النوع ما عمرو غيحيد من جنب الحيط حياته كامله، نشدوه كيما بغاو وداروا ليه الخرصه، واللي تشدو دارت ليه الخرصه راه ما بقى عنده فين يتحرك ولا يبعد على الحيط. اما النوع الثاني هو اللي ما كيقدروش يديروا ليه ديك الخرصه. هاد النوع كاين منهم اللي كيسلك من جنب الحيط وكيقدر ينقص لعند ديك الطبقه الثانيه اللي كاينه ورا هاد الحيط. هاد لي طاب باش ديرها خاصها بزاف ديال العذاب، وخاصها بزاف ديال الخدمه باش تبدل المونطاليتي ديالك، وباش تحل عينيك وما تبقاش تابع الطريقه اللي خلات كلشي غادي غير جنب الحيط، وما تتبعش الطريقه اللي خلات علي اللي شابع قرايه وغادي دابا ينفخ عينيه بالباكيت ديال السودور ويسمع الاغنيه ديال المعلم حيت ما جاش البارح، ويمشي ليه نهار من سيمانته اللي اصلا ماشي من عند الله. المهم هاد الزابور كامل اللي قريتو عليك خد منه غير داكشي اللي غادي ينفعك، وعا الصاد وحاول ما تخليهمش يديروا لك الخرصه باش ما يتحكموش بك كما بغاو، وباش يبقى عندك داك الامال ديال راك شي نهار تقدر تنقز هذاك الحيط. واهم حاجه خاصك تخرج بها من هاد الهضره اللي شديت معكم قبل ما نوصل للمحل، هي ما ديرش بحالي، ما ديرش بحال عالي، ما تعاودش اغلاطو الصاد، ما تعاودش اغلاطو، ما تدفنش راسك وانت حي يا الصاد، ما تدفنش راسك. وانا وصلت الخوت، وصلت عند داك القبر اللي تدفنت فيه شحال من عام هذا. كما العاده المعلم مبارك شاد بلاصتو ومريح في داك الكرسي اللي قدام المحل، قشعني جاي من بعيد،
هز عينو فيا وعاود نزلها باش يوجد ديك الهضره اللي غيسماها لي قبل ما ندخل. وتانا وجدت راسي باش نصبر لاي حاجه غادي يقولها كيما كانت، حيت واخا هكاك كيبقى هو السيد اللي دخلني من الزنقه وعلمني هاد الحريفه اللي واكلين بها طرف ديال الخبز وغاديين بها جنب الحيط، فبز مني خاصني نحتارم. المعلم ما وصلت قدام باب المحل وبديت غادي داخل حبسني بالعكاز ديالو وقال لي شوف فيا راه باغي ندوي معاك. قلت لي كنسمع المعلم، وموراها بدات هضرتنا. سي علي، عاقل فاش جيتي قدام المحل عندي كتبكي وكطلب باش تخدم ياك، وعاقل على الحاله اللي جيتي فيها، وما نسيتيش باللي في داك الوقت اللي باك لاحق فيه الزنقه حليت لك انا الباب ديال هاد المحل باش ترزق منه وباش تبات وتنعس فيه. ما نسيتيش هادشي كامل ياك السي علي؟ ما نسيش المعلم، وما عمرني غنسى، وما عمر الخير اللي درتي فيا غيحيد من قدام عيني غير كون هاني. غير هو مازال ما عرفتش علاش هاد الهضره كامله، ولاش فكرتيني في بلان الوالد اللي عارفني ما كنحملش ندوي فيه بزاف. المعلم بغيت غير نفكرك وصافي، بغيتك ما تنساش خيري وبغيتك تجمع راسك شويه، وهاد المره واخا تكون فيك الموت تجمع الوقفه وتجي تخدم، وإلا مت راه حنا غادي نتكلفو باش نكفنوك وندفنوك. غير كون هاني، يعني اخر مره ما تجيش هي هادي ديال البارح. اتفقنا يا ولدي علي؟ اتفقنا المعلم، وهضرتك هي الكبيره. بغيت نطالبك على حاجه اخرى الا جات على خاطرك. واخا ضربو البارح وباقي باغي تطلب، دوين سمعك اش باغي تقول. غدا غادي نحل المحل انا قبل الوقت بساعتين، حيت في العشيه عندي واحد الرونديفو مع الطبيب، وغنخرج قبل بساعتين الا جات على خاطرك المعلم. هاكا نبغيك ولدي، انت كتفهمني مزيان. عطيني نعطيك. الا كنتي غادي تبدا الخدمه قبل بساعه ولا ساعتين راه ما عنديش المشكل. المهم سوايعك ديال النهار خصك تخدمهم وصافي، راك عارفني كي داير وعارف خدمتي حتى هي كي داير. المعلم واخا كان قاصح معايا واخا ما كيخلصش مزيان، ولكن كان بحال شي استاذ ديال دروس الحياه في كاع هاد الاعوام اللي دوزت معاه، واول درس تعلمته منه هو عطيني نعطيك. وما كاينش شي حد غادي دير معاه شي بليزير وما غيتسناش حتى انت دير معاه شي بليزير، وما خصكش تقلق من هاد البلان سطات نهار يوقف عليك شي حد اللي انت اصلا فايت وقفتي عليه في شي بلان وقضى معاك الغرض، حيت هذا قانون من قوانين الحياه. عطيني نعطيك، فيدني نفيدك، والمثال راك شتيه قدامك. المعلم فاش بغيتو يخليني نخرج بكري غدا كان خاصني انا نحل لي محالو بكري. عطيني نعطيك عاوتاني، وقد ما كان داك البلان اللي قضيتيه مع الطرف الاخر كبير وحليتي ليه شي مشكل نيت كبير، قد ما انت خاصك توقف عليه في شي بلان كبير ديال بصح. فاللي بغيتك دير هو تكبر البوفوار ديالك الصاد باش تولي قادر تعطي لبنادم شي حاجه اللي كبيره، وفي نفس الوقت انت غتسنى شي معطى كبيره في هاد المعادله ديال المصالح اللي داوي لك عليها. نهار ديال الخدمه داز كما اي نهار عادي، تماره وصافي في شي مارشي ملي شاد من المعلم مبارك، والاغلبيه ديالهم كيكونوا غير بيبان ديال الحديد، والناس ديال هاد الحرفه غادي نعرفوني على جداوي. المهم كتبقى تخبط في الباكيط وتنفخ في عينيك حتى كتوصل للوقيته ديال الغدا، يا كتنقاش انت والدراري في شي كاميله ولا في شي لاطه ديال السردين الا كان الصيف، ولا كتلاقى مع شي خان زوبنين ب1000 فرانك كطفي بيداك الجوع ديالك، وكترجع تاني تخبط في الباكيط وتنفخ في عينيك حتى كتوصل ل6 ولا 6:30. فإلا كانت الخدمه مرخوفه راه كتبرد بكري لداركم، اما الا كانت الخدمه مزيره راه كتزيد ساعه ولا ساعه ونص فوق الحساب. المهم هاد السيستم اللي داوي لكم عليه غيفهموا غير الناس اللي خدامين السيمانه واللي خدامين في حرافي صغار، وبغيتكم تخليو ليهم كلمه زوينه، راه هاد الناس كتضرب تماره ديال بصح. المهم النهار ديال اليوم كمل بكري، حيت فاش ما جيتش كانت القضيه مزيره، ولكن الدراري زادوا السوايع، داكشي باش اليوم بردنا بكري في حالنا. خديت السوارت من عند المعلم، هبطت الريدو، زرعت الكيت، وعشت مع داك الطراك ديال الرايد اللي كيقول فيه عايش محارب مع المعيشه ومولات الكراعيشه، وراه سميتو سومير، واللي هو واحد من احسن لي مورس اللي تقدر تسمع ليه. صافي الكيت في الودن كما قلت لكم، وشديت الطريق بهداك الديسكنيت. الروتين ديال الروتور هو ديال الالي، غير هو الصباح كنبدا عند مول المحلبه بالفطور، والعشيه كنختمها عند الخضار باش ناخد داكشي اللي غنقاد به الخردوله اللي غنتعشى بها. روتين اللي ولفتو كل نهار كيتعاود، غير هو بكاع التفاصيل اللي وصفتهم ليكم. وحياة انا ديال النهار كتسالي مع الاذان ديال العشاء، فتا هاد النهار ما كانش بدل بزاف،
مع صليت العشاء عمرت الو باش نفيق بكري وتلاحيت ناست. والصباح تاني نفس الروتين، سميات جداد في الحيط، باليزة اخر ديال الفلوس واللي عامرة اكتر من هذيك اللي لقيت ديك النهار. مكانة غالية واللي كنسميوها حنا سواتشا محطوطة فوق الطبلة، باكية ديال السيجار تا هي غالية محطوطة حداها. انا ديال الليل صابح مهلي فيا هاد الصباح، وكما العادة ما كنتوشي والو من داكشي اللي كنلقاه محطوط، تا كتجي الوقيته ديال انا الليلي ويدبر راسو فيهم. المهم نطو ديكلونشيت داك الروتين اللي وصفتو ليكم اللي ما تبدل فيه والو، بقى غادي هو تا وصلت قدام الريدو ديال المحل مع السبعة، حليتو بديت خدام باش نرخى في النهار على الدراري اللي غيجيو مورايا. نهار ديال الخدمة اللي تا هو داز نورمال، ديك الساعتين اللي جيت انا قبل نفسات الدراري اللي معايا، والنهار داز غير مسربس كما كنقولو، داز غير مسربس تا قربات الوقيته اللي خاصني نخرج فيها. طلعت بدلت حوايجي في السده ونزلت عند المعلم، قلت لي انا غادي نتحرك وعطيتو السوارد ديالو. موراها شديت الطريق للادريس ديال الطبيب اللي كان خاصني 2 طاكسيات باش يلا نوصل عنده. الادريس اللي انا قدامها عماره الخوت، عماره من هذوك العمارات اللي كيكون فيهم الاطباء المحامين لي سونطر ديال اللغه. المهم راكم عرفتوني علاش كندوي. عطيت سميه ديال خونا السيكوريتي اللي عند الباب، قال لي راه في ليطاج الثالث. صافي السنسور طلعني حتى لعندو، دخلت ديريكت عند ختنا اللي في الريسبسيون، عطيتها السميه ديالي وخلصت ديك 300 درهم وريحت نتسنى حتى انا توصل نوبتي. ريحت وسط خوتنا اللي تا هما كيتسناو كل واحد وقصتو كي دايره. بنادم باقي صغير في لاج ديالو ومن عينيه كيبان باللي هاز هموم كتر من داكشي اللي يقدر يصبر عليه. الكبير فهاد خوتنا اللي باركين قدامي ما فايتش 30 عام، ولكن القصص اللي كنقراها في عينيهم ديال الناس عندها 90 والفوق. مشكل ديال الجيل على قدو هذا الخوت. بنادم ولا في عمر صغير كيمرض بالاكتئاب وكيلقى راسو مخلص 300 درهم غير باش يخوي خاطرو على واحد اخر. ونورمال هاد الجيل عندنا يمرض بحال هكا، كيهز التليفون باش يضرب طلع على الفيس كيلقاه عامر غير مرض. هذا فض هذا داعي بواه، هذا مضارب مع خوه، هذا مطلق مرتو، هذه داعيه راجلها. كيسدو ويدخل لانستا كيلقى هذا مسافر للمالديف، هذا عايش مزيان مع بواه، هذا مزوج بوحده زوينه، وكيبدا يخدم في المقارنات ما بين داكشي اللي شاف وداكشي اللي عايش. فالدماغ كيتخربق وكيبدا يفكر بزاف في المشاكل والمرض اللي لقاه في الفيس وفي الحياه المثاليه اللي كيمثلها ليه بنادم في انستا. فهذا الدماغ مسكين كيتخربق ودقه كيدخل في الاوفر تينكينغ. وفاش كنقولوا التفكير الزائد كنقولوا اكتئاب. اكتئاب اللي كيخلي بنادم يحط 300 درهم غير باش يخوي خاطرو على واحد اخر. فكما كنقولوا حنا تشوف حتى تعيا وترمش الصاد. فهاد الشيء هو اللي درت نيت، شفت عيت ورمشت الخوت وبقيت سايف هاد الناس اللي قدامي. بقيت سايت تا وصلت نوبتي، ختنا عيطات بسميتي، جمعت الوقفه وتحركت قاصد الباب اللي حلات ليا. دخلت لقيت خونا مريح وكيتسنى. مع وصلت عنده وقف سلم عليا وقال لي ريح. ومورا دخلنا في داكشي اللي خلصت على قبلو ديك 300 درهم الهضره واللي هي الخدمه ديال هاد خونا نيت. سي علي، شنو جابك عندنا وشنو المشكل اللي عندك واللي خلاك توصل لهاد الكرسي اللي قدامي اليوم؟ المشكل اللي عندي كان كيحسب ليا في الاول راه مس ولا شي حاجه بحال هكا، ومشيت عند هادوك اللي كيسميو راسهم فقهاء اللي هما غير دجاله وظالمين معاهم ديك السميه ديال الفقيه. ولكن هاد خوتنا كان كيتحد ليهم العرف معايا. انا خايب نهار كنكون واحد وفي الليل كنولي واحد اخر بلا منوعه. وداك انا ديال الليل فاش كنفيق كنلقاه كاتب شي سميات اللي يمكن كيتلاقى معاهم وشي بلايص اللي غالبا غيكون كيمشي ليهم. وهادشي ما كانش خالق ليا مشكل، الا شي مرات كان كيوقفني بنادم ويقول لي راه بيناتنا حساب. ولكن مؤخرا تا واحد ما بقى كيدير هاد البلان. يمكن داك انا الاخر فض حساباته وخلاني نولي طرونكيل في الحياه عندي يا دكتور. كون كنتي طرونكيل السي علي ولا نقولكم بقيتي طرونكيل كاع ما نلقاك دابا مريح قدامي. قول لي شنو طرا وخلاك تاخذ هاد القرار ديال تجي باش تدوي معايا وتشارك معايا هادشي اللي كنسمع. هادي يومين فقت ولقيت قدامي باليزة عامرة فلوس وكنت مدقدق في واحد الحالة اللي خايبة بزاف. النهار اللي موراه فاش فقت لقيت الفلوس تهزات، واليوم فاش عاود فقت لقيت باليزة اخرى وساعة غالية وباكية ديال السيجار من ماركة غالية بزاف. اما علاش جيت عندك انت؟ فملي قلبت لقيتك انت اللي داوي على انفصام الشخصية بواحد الطريقة اللي بروفيسيونيل،
وقررت نجي باش نشوف واش غتقدر تلقى لي شي حل يعاونني في هادشي اللي سمعتي دابا. الحل غنلقاو ان شاء الله، ولكن خاصنا ندويو شويه على الماضي ديالك السي علي. الهضره اللي جات مورا هاد البلان اللي قالت خونا هي اللي فات عاودت ليكم. عاودت لي على الماضي ديالي وكيفاش كنت عايش نورمال، وكيفاش الحياه عندي غادا تبدل مورا ما توفات الوالده وجرى عليا الوالد من الدار. عاودت لي كلشي بالليل ديال الزنقه بالقرايه اللي قريت ودوك الشواهد اللي خديت وغير اللي حتى هما نفعوا حياتي بحتى شي حاجه. دويت لي حتى على ليل الزنقه وكيفاش عشت ديك الايام اللي كنت فيها غير متشرد. المهم خويت عليه المزيوده كما كنقولوا، عاودت لي كاع التفاصيل ديال حياتي وكيفاش دازت. وكان شاد قدامه واحد لاجوندا وكيقيد دوك لي بوين اللي كيبانوا ليه مهمين، وكل مره كنحبس الهضره كيقول لي زيد الا باقا شي حاجه اخرى. ولكن الحياه عندي بكاع التفاصيل ديالها كنت حطيتها قدامه. فملي عاودت لي كلشي قلت لي راه كاع التفاصيل عاودتهم، ما بقى عندي ما نزيد. خونا بقى ساكت وما قال حتى كلمه، بقى حاضي غير لاجوندا اللي كان حاطها قدامه وكيشوف فيها واحد ال5 ديال الدقائق عاد هز عينو فيا. الحياه عندك مرونه حبيبي، وعندك الزهر فاش خرج بلانك انفصام ديال الشخصيه غير بشخصيه وحده اللي زايده عندك. اما هادشي اللي عاودتي راه على الاقل يدير عندك 2 ولا 3 ديال لي بيرسوناليتي فوق الحساب السي علي. المهم هاد الشخصيه عندك اللي زايده تكونات فاش كنتي عايش في الزنقه. ديك الخلعه اللي كنتي عايشه وداك العمر الصغير ديالك خلى اللاوعي ديالك يكون واحد الشخصيه اللي قادره تدافع على راسها ضد داك العالم الخايب اللي كنتي كتشوف انت فاش كيوصل ليه. وهاد الشخصيه على حساب ما فهمت انا كاع داك الحرمان اللي كتعاني منه انت بالنهار كتعوضو لك هي بالليل. انت الحاله الماديه عندك عيانه بالنهار، هي في الليل كتمشي تقلب على فلوس زايده وتجي تحطهم ليك باش انت تخدم بهم ولا تحاول غير تبدل الحياه ديال النهار اللي عندك. ولكن فاش كتلقاك ما درتي بهم والو كتحيدهم وتعاود تخدم بهم وكتعاود تعدهم ليك مره اخرى، وغادا القضيه. شخصيه اللي المبادئ ديالها والتصرفات ديالها ضد كاع داكشي اللي عندك في الشخصيه ديال النهار واللي كتعرفو على راسك السي علي. والحل دكتور شنو هو؟ كاين بلان اللي نقدروا نجربوه دابا نيت، ولكن غادي يكون غير البديه ديالنا باش نمحيو هاد الشخصيه. وشنو هو هاد الحل دكتور؟ غنحاول ندير لك التنويم المغناطيسي دابا باش نوصل للوعي ديالك، وغنشوف واش غنقدر نوصل لهاد الشخصيه ونهضر معاها، وعلاش لا مع الجلسات اللي من هنا لقدام نقدروا نحيدوها في مره السي علي. راك غادي تواجه مع شي حاجه اللي كتعيش غير في العالم ديال الليله دكتور، ما عارفه واش قتاله ولا قماره ولا شنو كدير في داك الليل، واش قاد على هادشي وعلى داك الانا الاخر اللي غتهضر معاه ملي غدير هاد البلان. كون هاني السي علي، فايت تعاملت بزاف مع بحال هاد الحالات وفي اي لحظه غنفيقك انت ونطفي الشخصيه الاخرى. على مولانا دكتور، قضي غرض. هاد القرار اللي خديت دابا غادي يبدل حياتي كامله من هنا لقدام الخوت، وغيكون تمثيل حقيقي لقانون الفراشة. واللي ما كيعرفوش هو بخلاصة واحد القانون كيقول باللي الا فراشة حركت جناوحها في البرازيل هادشي غادي يدير لنا اعصار في الامريك. هادشي غير تعبير مجازي، واللي بغاو يقصدوا الناس اللي حطوا هاد القانون باللي التغيرات الكبار بزاف سواء بوزيتيف ولا نيجاتيف كيبداو غير بتغيرات اللي تا هما صغار بزاف. فشحال من واحد غير قارو دخلو للحبس، وشحال من واحد نيت داك القارو هو اللي خلاه يربي فورما. الاول بقى تابع داك القارو تلقى راسو في طريق البليه والممنوعات، والثاني عدف داك القارو ما بقاش حامل حتى ريحتو فدار نفسو قطعو ودخل لاصال وطراسه فورمتو. حوايج صغار وقرارات صغار تا هما اللي مع الوقت كيدبك لنتائج كبار سواء بوزيتيف ولا نيجاتيف. فرد البال لقراراتك الصاد، انت واحد النهار غتلقى قانون الفراشة تطبق عليهم وغتلقى راسك عايش وسط دوك القرارات ديالك. فعرفت تختار مزيان الساط، عرفت تختار مزيان. المهم تبعت داكشي اللي كان كيقول لي اخونا. واحد طابلو كان معلق في الحيط عنده قال لي ما تحيدش عينك عليه. موراها وقف قدام داك الطابلو فيكسا ايدو وقال لي تبعها بعينك. موراها دار هاد الصوت بصباعو، وهاد الصوت اللي دار خونا كان هو اخر حاجه عقلت عليها. سي علي كتسمعني؟ واش باقي معايا؟ سي علي جاوب، شكون انت وفين انا وكيفاش فقت مع هاد الوقت؟ ماشي وقتي هذا،
خدمتي كتبدا تا كيطيح الليل. ولكن بلان السي مراد، عندي واحد الغرض قد ما قضيتو بكري قد ما حسن. باش عرفتي سميتي السي علي؟ راك حاط سميتك فوق البيرو ديالك الصاد، دكتور مراد اخصائي نفسي. زوينه عندك اخصائي نفسي، عجباتني. فانا جاوبتك على السؤال ديالك وبالخف، اما انت سولتك قبيله 3 ديال الاسئله مازال ما جاوبتي حتى على واحد فيهم السي الاخصائي النفسي. انا كنسمع، جاوب قبل ما نبدل معاك اللهجه ديال الهضره، وإلا بدلتها ما غاديش يعجبك الحال. انا السي علي هو الطبيب النفسي اللي عيطتي يومين هادي باش تجي تلاقى معايا، ولا باش نقولوا الهضره اللي لوجيك واللي خاصها تقال، انا هو اللي عيطات لي الشخصيه الثانيه ديالك اللي كتعيش بنهار، وكانت باغا تفهم شنو طاري، كانت باغا تعرفك شكون انت وفاش خدام وشنو ديك الحياه اللي كتعيشها في الليل. انا السي مراد هي داك الشخصيه اللي عتقات شحال من مره داك المقموع اللي جا عندك. ما فهمتش داك خونا اللي كيعيش بنهار كيفاش باقي صابر لديك الحياه عنده وداك الوسخ اللي عايش فيه وديك العبوديه اللي دايرين ليه. شحال من مره حاولت نبقى انا اللي شاد الكونترول ونمشي ليه حياته، ولكن ما كنقدرش. كتوصل واحد الوقيته اللي كنطفى فيها انا ولا اراديا كيعاود يفيق هو وكيرجع من داك العز اللي كنبني ليه فيه لداك الغار اللي عايش فيه هو. واخر حاجه كنقدر نديرها قبل ما يشد هو الكونترول بمره هي كنقيد داكشي اللي خاصني ندير فاش يجي وقتي في حيوط داك الغار اللي عايش فيه داك المقموع. ولكن كيبان لي دار زوين فاش جا عندك انت، حيت فيقتيني بالنهار، وهادشي اللي كنت كنتسناه شحال من عام هذا السي مراد. باقي حتى لدابا ما جاوبتينيش السي علي، ديك الفلوس اللي خليتيها قدام هاد 2 مرات الاخرين مين كتجيبها؟ الرجال اللي من النوع ديالي كاع ما كيتسولوا بحال هاد الاسئله السي الاخصائي النفسي. الرجال اللي من النوع ديالي هاد السؤال محرم علينا نجاوبو عليه، واي واحد كيسولو لينا كنديروه في راسنا، وما خاصكش تخليني نديرك في راسي السي مراد. فاش عاودت وعيت وهزيت راسي في خونا لقيتو كيشوف فيا بواحد الطريقه في شكال بحال شي واحد مخلوع، ولا بحال شي واحد سيف ليه شي جن قدامه. الحاجه الوحيده اللي سولني عليها هي واش انا نيت اللي كنت داوي معاه قبل ما يدير داك التنويم. الملامح ديال عيني والسؤال اللي سولني كانوا كافيين باش بوحدي نفهم باللي التنويم اللي كان داوي عليه صدق، وباللي هاد خونا قدر يهضر مع الشخصيه الثانيه ديالي. ملامح عينيه تاني خلاوني نفهم باللي انا الاخر ماشي شي واحد اللي عادي كما كان كيحساب ليا، وهادشي باين من الخلعه اللي باقا مرسومه عليه. صبرت على خونا تترخات فيه النفس ورجع ريح في البيرو ديالو، عاد دويت معاه. خاي رخي فيك النفس، راه انا هو اللي دخلت عندك قبيله من الباب، ماشي هذاك اللي فيقتي ودويتي معاه. البلان اللي قلت لك هو اللي كاين السي علي. الشخصيه الثانيه ديالك تكونات ملي كنتي عايش في الزنقه، الصدمه اللي عشتي والخلعه ديال الليل كونت عندك شخصيه اللي خايبه بزاف اخاي، شخصيه اللي عينيها كلها اجرام. البلان اللي فشكل في حالتك باللي شخصيتك ديال الليل واعيه بداكشي اللي كيدوز عليك انت بنهار، ماشي بحالك انت اللي ما كتوعى والو بداكشي اللي كيدوز في الليل. باش عرفتي باللي الشخصيه الثانيه ديالي واعيه بنهاري كيفاش كيدوز دكتور، حيت فاش دوات معايا وصفاتك بالمقموع، وهادشي هو اللي عاودتي ليا انت فاش دوينا على الحياه عندك. قلتي بلي عايش غير جنب الحيط، يعني راه واعيه بداكشي اللي كدوز، غير ما كتقدر تشد الكونترول في مره، حيت دماغك داير شخصيه للنهار وشخصيه ديال الليل، نظمهم بواحد الطريقه اللي تا وحده ما غادا تطغى على الاخرى. والحل اللي خاصنا نديرو دكتور، الحاله ديالك في شكلها خيالي وما عمرني شفت بحالها، وما غادي نطلق منها تنعالجك ونحل هذا المشكل، غير كون هادي، وهادشي بلا ما تخلص تا سنتيم من القدام، غير تهنى وكلي على خاطرك. وهذه كانت اخر هضره دارت بيني وبين هاد خونا، موراها تودعت انا وياه وقال لي السيمانه الجايه خصني نرجع عنده، واخر حاجه دارها عطاني النمره البروفيسيونيل ديالو باش الا طرات شي حاجه ارجون نعيط ليه. موراها خرجت من عنده وشديت الطريق لداك القنت اللي ساكن فيه، وشديت الطريق تاني لداك الروتين ديال الحياه عندي اللي راكم حفظتوه، الروتين ديال جنب الحيط اللي دويت لكم عليه واللي عايرني بيه انا الاخر مع خونا فاش فايقوا. ولكن خليه يقول لي بغا، الا بغيتي تبقى طرونكيل في هاد البلاد احسن حاجه ديرها هي تعيش جنب الحيط،
حيت اصلا ربونا كاملين باش نمشيو جنب الحيط وباش نكونوا غير سميقات اللي مدورين لهم البنوه ديال الاقتصاد. فغا خليني جنب الحيط الصاد حيت حسن ليا بزاف. الروتين اللي ديما راكم حفظتوه، الصباح الخدمه والليل ما كنعرفش شنو طاري فيه، يا كنوض القسميات ولا دي زادريس كيما العاده. المهم الدنيا جارانا وتا حنا جارين ايامنا معاها، وبقات ليا ما عندي مزروره تبقات ليا يومين باش نعاود نشوف خونا. وهنا فين غادا تبدا تبدل القصه ديالنا الخوت. نهار كان كيبان نهار عادي في المحل ديال الخدمه، انا والدراري ملاهين مع ديك الكوموند اللي عندنا وكنفخو في عينينا بالباكيط، وضحينا بديك الساعتين ديال الغدا غير باش نخرجوا اليوم بكري. ونيت داكشي اللي كان لوصينا الخدمه وكل واحد فينا شاد الطاش ديالو. ها اللي كيبلي الكورنير اللي خصو يتبليا، ها اللي كيحسك بليمون داكشي اللي خصو يتحسك، ها اللي كيسودي، ها اللي كيحك ويصبغ. المهم منظمين الخدمه بيناتنا وكل واحد فينا عارف شنو خصو يدير باش نكملوا النهار هو هذاك. بقينا نيت غاديين في داك السيستم تقربنا نخرجوا. هنا غتوقف واحد توارق، خرج منا واحد خونا وقصد المعلم ديريكت وبدا كيغوت عليه. هاد خونا كيتعامل مع المعلم عندنا وديما كيليفري ليه السلعه حتى كيدوز الوقت عاد كيخلصوا، وعلى ما فهمت بلي المعلم عندنا مازال ما خلصوا فشي سلعه قديمه. وهادشي الخوت كيطرا والمعلميه كيتعاملوا مع بعضياتهم وكيطلقوا السلعه وقت ما وجد الخلاص. المعلم مبارك قال لي راه باقي الوقت اللي اتفقنا عليه وموراها ناض الغوت بيناتهم. انا طلقت داكشي اللي في ايدي ورت غير باش نكالمي الوقت. ما هزيت عيني في خونا، بانوا لي عيني حمرين بزاف، عرفتو ما مزكيش وغادي يكون سكران. قلت لي نعس الشيطان الساعه بالحق، راه ماشي اول مره غادي تتعامل مع المعلم عندنا. خونا حط يدو ورا كفايه بديك الطريقه اللي كيعبرك بها الواحد، وموراها سب ليا الوالده، وهذيك كانت اخر حاجه عقلت عليها. شنو حساب لك انا هو داك المقموع اللي خلاك تعبره وتسب لي امو، اللي كيخلي اي واحد يعايرو ويدير فيه ما بغى وما يهش فيه حتى الراس. انا راه واحد اخر حبيبي، وهاد السبه اللي سبيتي لي الوالده الله يرحمها غادي نخرجها منك حرف بحرف. يلا تلقى، انت اللي جبدتيني وانت اللي فيقتيني في واحد الوقت اللي ماشي وقتي واللي اصلا ما خصكش تفيقني فيه. انا رفعت خونا بواحد الكابال وما تسوقتش ليه واش واعي ولا ما واعيش ويدبر راسو. كنعرف بزاف ديال خوتنا كيسكروا في ديورهم ومكمشين، ما كيأديو حد ما كيأديو حد. اما باش تعبر وتسب واحد مقموع بحال داك انا الاخر راه شي حاجه ما كتدخلش للعقل وسميتها حقره على واحد درويش. المهم خاصني نكمل هاد لافير قبل ما يفيق انا الاخر الخوت. بعد سرح خونا قدامي ما حطيت لي رجلي على ايدو، بقيت كنخشي ليه تسحبين ايدي، ولا كيعاود غير كلمه وحده: اسمح لي يا خويا اسمح لي. بنادم كاموني الخوت، تا كتحكو عاد كتعطي ريحتو. فاش دوات مع النسخه المقموعه ديالي دار فيه ما بغاو، سب ليه العروق ديالو. وفاش فيقني انا واللي هو صاحب دعوته ولا طالب معايا غير السلاك والتعادل، صافي انا طلقت من خونا، حيت اصلا انا الاخر هو اللي موصلنا لهاد الحقره وهاد الحاله ديال اللي جاي مسح فينا رجليه. اما كون عطاني الدماغ الكونترول ديما، داكشي اللي مطبقو في الليل وفي العالم ديالي نطبقو تا بنهار وفي العالم ديالو. ولكن دماغنا تا هو عزيز عليه الدل، واهم بيريود اللي كتكون فيها الخدمه ديال بصح عاطيها لداك المقموع. ولكن كيبان ليا داكشي اللي دار داك الاخصائي النفسي خربق البروغرام، ومره غنولي نبان تا انا في نهار. وكيبان لي راه نتوما مستحيل تخربقوا بيناتنا. هضرتي انا باينه وهضره المقموع حتى هي باينه، ومازال غنتقاشى انا وياكم الخوت. ولكن كيبان لي دابا من هنا شويه الكونترول ما غيبقاش في يدي، ولا خرجت مني شي حاجه لا تلائم الجمهور الناشئ غير سمحوا لي. ولكن كيفقصني بزاف انا الاخر، وبغيت غير شي طريقه باش نقدر ندوي معاه شي نهار. ولكن ما يمكنش جوج عندهم دماغ واحد يدويو واحد النهار. ولكن دابا نلقى كيفاش نشد الكونترول في مره، حيت هاد الدنيا ما خدامش فيها تكون مقموع، وما خدامش تبقى حاضر راسك بزاف، حيت الا بقيتي حاضرو بزاف غادي يجي اللي يقطعوا ليك الصاد. فمره نيجليجيو ديك الهضره اللي كيقول انا الاخر، حيت راه غير مقموع هذاك. يلا تهلاو الخوت، الدماغ غادي يرجع ليه الكونترول تاعي. فاش عاودت وعيت لقيت المعلم مبارك داوي مع خونا اللي حالته كلها دم. تلفت عند الدراري اللي معايا في المحل، لقيتهم كيديروا فيا ديك الشوفه ديال هادشي كله خرج منك، انت اللي كتضل غير ساكت. وانا مازال دابا ما فاهم لا شنو طاري، لا هاد الشوفه اللي دايرين فيا خوتنا، لا علاش دايرين فيا هاد الشوفه كاع. المهم باقي لدابا ما وعيت بشنو طاري. طليت على ايدي لقيتها عامره دم، هزيت راسي في خونا اللي عايرني قبيله، لقيت تا هو وجهه كله دم. وهنا بحال الا بديت كنفهم شنو طرا. خونا كمل مع المعلم مبارك الهضره وركب في حديدتي وتحرك في حالاته.
وانا قال لي المعلم تبعني باغي ندوي معاك، وهذا الشيء نيت هو اللي طرا. سبقني هو الاول السده، وهاد السده هي المكازه اللي كتكون في كل محل وغالبا كتكون الفوق، والناس ديال الحرافي راه غاديين يعرفوني على جداوي. صافي تبات المعلم توصل البيرو ديالو، قال لي يا ريحت ونفاص معاه وبقيت كنتسناه تبدا الهضره ديالو. علي اش هادشي شفت قدامي اليوم، اول مره تبان لي في هاد الحاله. خونا غلط فاش كان كيعاير ويسب، ولكن راه ما كانش عاقل وكان سكران، وما كانش خاصك تحط عليه ايدك بديك الطريقه. خونا راه كان غادي قاصد البوليس، غير كالميتو، وراك عارف البوليس ديال هاد القنت اللي عايشين فيه، الا وصلتي عندهم غيديروا فيك ما بغاو، وخونا راه عندهم عارفو، وهادشي ديال الحبس راه ماشي ديالك وما عندكش الصحه والخاطر ديالو. هادي ديال اليوم دازت وما نبغيهاش تعاود مره اخرى، تفاهمنا؟ كون هاني، اول مره واخر مره غيطرف في هادشي هي ديال اليوم، وما عمر هاد الفيلم غتعاود تشوفو قدامك المعلم. عارفك كتسمع الهضره وديما حاضر راسك. قول لي، بغيت نسولك قبل ما تبدا تبرع في خونا، سمعتك داوي على راسك بحال راك شي واحد اخر، وكتسمي في راسك مقموع، وكتقول لخونا ياك ما تحسبني انا هو داك المقموع اللي خلاك تسب. واش حاقد على راسك لهاد الدرجه ولدي؟ حاقد على راسك للدرجه اللي تبدا تعاير وتسب فيها هكاك غير حيت تعصبتي مورا ما سبك الاخر؟ غير لحظه ديال العصبيه اللي خلاتني ندوي هكاك. فسب ليا صاحبك الوالده الله يرحمها، ما بقيت عارف لا شنو كنقول لا شنو كندير، غير اسمح لي المعلم. ماشي مشكله ولدي، ولكن واخا هكاك عجبتيني في خونا، بردتي ليا خاطري من جهته، غير هو حاول تولي تحكم في راسك، داك العصب الزايد هكاك ما خدامش، يقدر يديك غير المشاكل يا ولدي. يلا نزل كمل داكشي اللي باقي عندك ديال الخدمه باش نتحركوا في حالنا. نفس البلان تاني ونفس الهضره عاوده انا الاخر فاش فاق. واللي ما عرفتوش كيفاش فاق هو مازال ما وصل وقته، مقموع. ما عرفتوش باغيني ندير بحالو ونعيش في داك العالم ديال الوسخ اللي كيعيش فيه هو في الليل، واللي مازال ما عرفتو واش كيكون فيه سفاح ولا قمار ولا نصاب ولا شي مصيبه اخرى فايت هادشي كامل اللي قلتو في النيفو. علاش بنادم اللي غادي جنب الحيط واللي درويش وما كيهش الراس كيبان الناس الاخرين مقموع؟ علاش الدرويش كيولي يتسمى مقموع؟ علاش؟ واش ضروري نكون ولد الحرام باش يحترمني الاخر؟ واش ضروري نتعدى ونظلم وندي ديال الناس باش بنادم يدير ليا الحساب؟ الدنيا يمكن ما بقاتش باغا الناس اللي بحالي، ولا يمكن هذا الوقت ما بقاش خدام فيه تكون حاني راسو بحالي، ولا يمكن الاغلبيه ديال بنادم ولا ولد الحرام وما بقاش خدام تكون مع درويش. المعلم عمره ما قال لي كلمه زوينه على الخدمه اللي كندير، واليوم فاش انا الاخر صلاح واحد قدامه قال لي عجبتيني فيه، كنت كنضل خدام بحال شي حمار طاحونه، وما عمره قال لي تبارك الله عليك ولدي. ونهار شاف الجهه الاخرى مني عجبو الحال. يمكن هاد الشخصيه عندي ما خداماش في هاد الوقت، ويمكن انا نيت مقموع، ويمكن نيت الدرويش ما بقاش عنده بلاصه، وخاصك تكون ولد الحرام باش ما تبقاش عايش غير تعادل وتولي عايش في نيفو اخر من هاد الحياه اللي ما عمر عطاتني شي حاجه وعيشتني معذب في واحد لاج اللي كيقولوا لي عمر الزهور. غير هو انا ما عشت عمر مزيان، ما كان بحال الزهور، دوزتو غير عذاب وانا باقي كنتعذب حتى لدابا. قريت وما درت والو، خدام في شي حاجه اللي ما حاملهاش، ومريض بانفصام الشخصيه. وتا الشخصيه الثانيه عندي اللي لها عالم بغير الله كيفاش كيدوز، حياه مرونه، وشي مرات كنقول كون غير الدم والامانه امانته، ولاد الحاله ديال المرض اللي انا فيها، ولكن ما مسميني انا الاخر حاله ديال واحد مقموع غير عايش في هاد الدنيا. صافي مورا ما كمل المعلم هضرت ونزلت كملت الخدمه اللي كانت باقا عندي. الدراري اللي معايا بقاو مطلعين عليا، ولكن بواحد الطريقه كلها احترام. اما دي يقول المنير كمل خدمتك بالزربه ولا غيطحنك عالي. منير تا هو يخلي الاخر تيساوي، جا عند داكشي اللي شادو عماد ويقول لي اش هاد الخدمه درتي راه عالي غادي بردك. المهم هذيك الساعه اللي كانت باقا لينا ديال الخدمه دوزوها بيا انا، ولكن ماشي مشكل، هاد الدراري ما دوزتش معاهم القليل. كل مره وفي من كتجي الصمطه ديال الشدان، غير هو خاصك ما تقلقش وما تبينش راك طالع لك الدم، حيت ديك الساعه ما غاديش يطرقوا منك تيمرضوك. والناس اللي مدوزه الخدمه في الحرافي راهم عارفيني علاش داوي. صافي خليتهم شادين فيا، وانا سؤال واحد اللي كنفكر فيه، علاش خونا الاخر فاق بنهار مورا هاد الاعوام كامله اللي كان وقته هو الليل؟ واش البلان اللي دار خونا ديال التنويم هو اللي خلى البروغرام يتخربق، ولا الدماغ كيقلب على شخصيه وحده اللي غيخليها هي اللي شاده الكونترول؟ المهم بزاف ديال الاسئله بقاو كيتعاودوا اللي ما غاديش نقدر نجاوب عليهم، تندوي مع الطبيب اللي كنت عندو ديك النهار. الساعه اللي كانت باقا ليا في المحل تقادات، تسنيت نوبتي في الدوش تسالاو الدراري، وثاني فاش كان خاصني ندخل منير بدا كيدق على عماد وكيقول لي خرج بالزربه راه عالي بدا كيشعل.
المهم خالقينها بيناتنا وصافي، وكل واحد فيهم وقصته وكيفاش غدا حياته. كتجمعنا الخدمه كنخطفوا منا شويه ديال الوقت كنضحكوا فيه، وموراها كل واحد فينا كيرجع يعيش القصه ديالو، حتى كنعاود نتلاقاو ثاني في الصباح ديال النهار الاخر وغادا القضيه. الحياه ديال الوحدين اللي اختاروا يعيشوا جنب الحيط، ولا كما كيسمينا انا الاخر مقموعين. المهم الهضره كثيره وسكات حسن الخوت، ما باغيش نخلي هاد الوقيته اللي بيناتنا تكون كلها انرجي نيجاتيف. وصلت نوبتي في الدوش، بالخف قضيت غراض وخرجت في حالي، الكيت في الودن وغير بوحدي كندندن تقول ساكنني جن. راه بحال داك السطر اللي حطو الرائد في الارتقالي، عجبني وقلت نحطو بحالي، وإلا بغيتي تمزك للراب ديال البسطح راه غتلقاني حاط ليان ديالو لتحت. فاش تكمل سير سقي ودنيك بشي حاجه اللي غادا تعجبك بالجهد. المهم نرجعوا لقصتنا اللي غادا ترجع لداك الروتين اللي حفظتوه. شديت الطريق لداك القنت المنسي اللي ساكن فيه، قضيه باش نصوب الخردوله، روشارج باش ندوي مع الطبيب على البلان اللي طرا اليوم، وتخشيت في البيت عندي. حياه واحد عايش جنب الحيط ولا مقموع كما كيسميني انا الاخر. صافي رديت الخردوله فوق البوطه، دخلت الروشارج وعيطت للطبيب في ديك النمره اللي خلى ليا، وبحال الا كان كيتسنى فيا غير نعيط مع الصونا الو مع جاوب، وهو نيت لي بدا الهضره. خويا علي، هاد لابيل عندك ما عجبتنيش، ياك ما موراها شي حاجه ما هياش. اليوم جا واحد السيد المحل اللي خدام فيه، تغاوت مع المعلم عندنا، وفاش جيت نفك داك الصداع خونا عايرني، وموراها ما بقيت عاقل على والو. زيد كمل، شنو طرا من بعد؟ فاش عاود فقت قالوا لي بلي ضرب داك السيد وانا هادشي كاع ما عاقل عليه، وراك عارف هادشي شنو كيعني اخاي؟ كيعني بلي الشخصيه الاخرى ما بقاش كتبان غير في الليل اخاي علي، وهادشي يقدر يكون عنده جوج اسباب. يا اما داك التنويم مخربق السيستم اللي كان نظم بيه عقلك دوك جوج شخصيات، ولا دماغك كيحاول يخلي وحده هي اللي شاده اللعب. وشنو المعمول دابا اخاي؟ صيفط لي اللوكاليزاسيون ديالك، انا غنجي عندك وندوي فاس فاس احسن من التليفون. الا صيفط لك لوكاليزاسيون ديالي غادي كريسيوك قبل ما تدخل عندي، كنقنت لي ساكن فيه خايب شويه، انا غادي نخرج للشارع الكبير ونصيفطها لك، غير هو ما باغيش نتعطل بزاف، راه عيان شويه وباغي الناس. صافي نجيو نهضروا اخاي علي، انا غنخرج دابا من الدار. صافي طليت على الساعه في التليفون لقيتها 8 وانا كنعس مع 10، دونك باقي الوقت باش نشوف هاد خونا شنو باغي. طويت البوطه على الخردوله، لحت فوق مني واحد جاكيط على البرد، زرعت الكيت وخدمت واحد البارتيه من قصه انتقام ديال واحد الراوي سميتو الدين، وشديت بها الطريق توصلت عند البلاصه اللي غيجي عندي فيها خونا. لحت لي اللوكاليزاسيون وريحت نتمنظر في هاد الاجواء ديال الليل اللي كنهرب منهم وقليل فين كنبغي نخرج فيهم. بقيت سايف لي الزنقه اللي ما كيرحمش كلشي، هذا مفرش كرطونه ومغطي بميكا كحلال البرد، هذا دري صغير لاحتو الوقت ولا ما نعرف لاحتو ظروف الزنقه اللي خلاتو يطلع ويهبط في ميكا عامره السم اللي كيقتل بها ريتو. هذه مرا والده 3، واحد تربيه وجوج كينقزو قدامها كلهم مجرتلين وحالتهم كاع موسخه. يحسب لي رانيت كل واحد باقي كيتزاد براسو، ما عارفاش باللي نهار يكبروا غيصرفقوا على هي لبوهم بديك الكلمه ديال ملي ما قاتش عليا علاش والدني، وديك الساعه عاد غتوعى باللي ماشي كلشي كيتزاد برزقو. لي الزنقه الخوت خايب بزاف، وإلا كنتي عندك السقف اللي من بعدك على لي الزنقه حمد الله نهار وليل، حيت لي الزنقه مريض وموسخ على الجهد. بقيت سايف هاد المشهد ودماغي مره كيرجع ليا شي حاجه فيه تعيشها مع لي الزنقه نيت. بقيت سايا هكا تفيقاتني ديك الجولف جيطا اللي وقفات قدامي، هبط الزاج لي من جهتي بان لي خونا وقال لي طلع. صافي حليت الباب تبلاصيت درت السمطه ندبروا ليه فشي بروسي، وتحركنا عند شي دراري صحابو من دوك الدراري اللي دايرين طونوبيلات وكيبيعوا القهوه اللي كاينين في الكورنيش اللي كيدير سيدي بوزي. هبطنا وريحنا في واحد الطبله منهم ودخلنا ديريكت في المفيد. الخلاصه ديال الهضره اللي قال باللي باغي يفيق ديك الشخصيه ديال الليل ويحضر ليها باش يعرف خدمتها وداك العالم اللي عايشه فيه، ويشوف حتى قصتها كيفاش دايره باش يقدر حتى هي يتحاور معاها في داك الوقت اللي كتكون فيه خدامه، ويشوف حتى القصه من جهتها كيفاش دايره. الخلاصه ديال هادشي باللي باغي يتعاشر مع الشخصيات بجوج باش يلقى شي حل لهاد الحاله. عندي انا ما كانش عندي مشكل، البلان الوحيد اللي خفت منه هو الشخصيه الاخرى دير ليه شي بلان، حيت راه بحال الا مقمر الخدمه ديالها والعالم ديالها بوحدو، وما غاديش يعرف شنو كيتسنى في داك العالم ديال الليل. المهم وصلت لخونا هذا الميساج حيت انا كنت باغي نعرف الليل ديالي شنو كيكون فيه. البلان الوحيد اللي وصيته عليه يرد البال لراسو، ولا شاف شي حاجه ماشي حتى ليه
يخليها بعيدة على البوليس حيت غنتحاسب على شي حاجة ما دايرهاش انا. عطاني الاوكي ديالو على هادشي. سولتو امتى غنديرو هاد البلان شاف فيا وضحك وقال لي كمل قهوتك، اليوم نيت غنشوفو العالم ديال اللي كتعيش فيه. حتى انا ضحكت وقلت ليه مشات صافي. مع كملت القهوه ديالي دينا قاص ديال الحديده. قربنا حداه هو يلوح ليا الكونطاك. قلت ليه علاش هذا؟ قال لي باش نعطيو الشخصيه الاخرى باش تحرك وسط المدينه. درت ليه خاطره وطلعت عند الفولو. واخا اخر مره سكت هي نهار الامتحان ديال السوقان. خونا قال لي غمض عينيك وترخى بحال الا باغي تنعس، وداك الشيء نيت اللي درت. غمضت عيني وترخيت بداك العيا اللي كنت حاس به. واخر حاجه عاقل عليها هي هاد الصوت اللي سمعته.